يا صاحبي، عمرك حسيت انك ماشي في الدنيا وخلاص؟ بتصحى، بتاكل، بتضحك، بتقلب في السوشيال ميديا، تضحك على فيديو من هنا، تضحك ضحكة فاضية وتقفل الموبايل، تحس ان في حاجة ناقصة، في وجع ساكت بس مش عارف تسميه. حاسس انك تايه في وسط الزحمة، زحمة صوت الناس، زحمة توقعاتهم، زحمة دماغ اللي مش بتسكت خالص. وكمان حاسس انك في سباق، بس كل ما تجري اكتر كل ما تحس انك بتبعد عن نفسك، عن حلمك، عن الراحة اللي بتدور عليها. بس قبل اي حاجة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. يا صاحبي، جايز تبقى بداية نور في وسط العتمة اللي جواك. بص لي هنا، مش علشان اقول لك انا فاهمك 100%، بس علشان اقول لك انا كنت هناك. انا كنت في نفس الدايرة، نفس التوهة، بس قررت اتكلم. خليني احكي لك حكاية من اللي بتأثر في الواحد. كان في شاب كل الناس شايفاه بيضحك، بيهزر، نشيط، بس محدش كان يعرف ان هو كل يوم بينام فيها دمعة محبوسة. مش عارف هو حزين ليه، مش لاقي سبب، بس الحزن موجود. كأن قلبه بقى تقيل قوي، كأن روحه تعبانة جدا. كل ما يقرب من حلم يحس ان الحلم مش ليه، يحس ان الحلم مش حقيقي. وكل ما ينجح صوته الداخلي بيقول له ما تستاهلش. بس كل ده اتغير لما سأل نفسه سؤال بسيط جدا، وهو انا عايش ليه؟ هو انا مستني ايه؟ الموضوع ما كانش سهل، بس اللحظة اللي واجه فيها نفسه كانت البداية، بداية خفيفة بس فرقت. جرب تسأل نفسك نفس السؤال يا صاحبي، وجاوب بصدق حتى لو الإجابة وجعتك، لأن الوجع الحقيقي هو اللي بيصحينا من اللي احنا فيه، هو اللي بيخلينا نتحرك حتى لو خطوة صغيرة. بص يا صاحبي، نصايح من القلب بجد، خد وقتك بس ما تقفش. المشكلة مش في التوهان، المشكلة يا صاحبي لما تقعد في النص وتقول مش فارقة بقى، خلاص زهقت. ما تستخباش من نفسك، اقفل الموبايل واقعد في هدوء واسمع اللي جواك. يمكن تكون صرخة محتاجة تطلع. اتكلم حتى لو مع ورقة، الموضوع ده هيفرق معاك جدا يا صاحبي. اللي ساكت جواك بيكبر، بس اول ما بتطلعه بتكتشف ان هو مش بالحجم اللي كنت فاكره. جرب وافشل براحتك، ده الطبيعي. الفشل مش نهاية يا صاحبي، ده باب ورا باب ورا باب تاني لحد ما تلاقي الباب بتاعك. ما تبصش للناس كتير، الناس بيوروك احلى لقطة في يومهم، بس محدش بيوريك اللي بيبكوا عليه كل يوم بالليل. لو نيتك تطلع من التوهان اللي انت فيه، صدقني ربنا هيبعت لك سبب، كلمة، فرصة، او حتى الفيديو ده يا صاحبي. خدها كده قاعدة يا صاحبي، اللي بيدور بيوصل حتى لو ضل الطريق 1000 مرة. وفي الآخر أنا مش جاي أعلمك، أنا جاي أقول لك قوم قوم يا صاحبي، الطريق لسه قدامك. هتكتب لي إيه في الكومنتات؟ إيه أكتر حاجة حاسس إنك تايه فيها يا صاحبي؟ إيه أول خطوة ناوي تبدأ بيها النهاردة مش بكرة؟ كمان بقى أسيب لك سؤال تفكر فيه قبل ما تنام. إيه أكتر حاجة نفسك تقولها لنفسك من 5 سنين؟ ما تنساش اللايك والشير، لأنك مش لوحدك، وفي غيرك محتاج يسمع الكلام ده يا صاحبي. وكمان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. سلام يا صاحبي.